مسؤولو اتحاد عنابة تنقلوا صبيحة الاثنين إلى مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ثم مقر الرابطة الهاوية، وهذا من أجل وضع الملف الذي حضرته الإدارة العنابية فيما يخص ما حدث مع اتحاد بسكرة وقضية رشوة حارس اتحاد عنابة كحول، حيث أودعوا نفس الملف الذي قدموه للعدالة، وينتظر العنابة أن تفصل الاتحادية في قضيتهم وتفتح تحقيقا في الموضوع، كما تنوي إدارة كروم الذهاب بعيدا في القضية لاسترجاع حقها. قمنا بإيداع ملف كامل لدى الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، بيكونوا على دراية ويكونوا على علم الخطوات اللي قمنا بها. حطينا لهم إيلاتر اكسبليكاتيف، حطينا لهم دو سي دي دو في دي، وحطينا لهم ان كوبي تاع الشكوى وفيها الريسيد فيرسمون. احنا يعطونا حقنا برك، ما نسحقوش انصاف. احنا قاعدين نحاربوا في المشاكل هذه اللي صايره في الفوتبول الجيريان. احنا ما قمنا الا بواجبنا. انا عندي ادله ثابته، عندي تسجيلات اللي يهضروا فيهم الناس ويحاولوا ارشاء اللاعبين، وعندي ريسيد فيرسمون اللي فرسوا فيه الدراهم. هذا الانسان ما عنده حتى علاقه بكره القدم، انسان كبير ما يعرف والو. كيفاه جات هذه الاموال؟ نقطه استفهام. احنا واش راح نقولوا؟ احنا ثقتنا في الفيدراليه الجزائريه لكره القدم والرابطه، هما قاعدين يحاربوا في الشيء هذا، وحنا رايحين نعاونوهم بيحاربوا هذه الشيء هذا، وما اظنش هما مش رايحين ينصفونا.